اليوم جيت نشارك معاكم الطريقة ديالي في تحضير سباكيتي. كتجي بنينة ومعلكة وساهلة دغيا كتحضر، يعني مكتحتاجش منا شي مجهود ولا قوة المكونات ولا بالزربة كنحضروها وبالصحة والراحة. في واحد المقيله غادي نديرو البصله تكون مشلضه رقيقه، وغادي نحكو شي 3 4 ديال الدروس ديال الثومه حتى هما في حكاكه رقيقه. غادي نديرو شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال القزبر كارم. سباكيتي ولا لي بات عموما ما كتبغيش العطريه، داك الخرقوم والتحميره وسكينجبير وداكشي ما كيجيش فيها، فقط الملح والبزار. والا كان الا كان القزبر حبوب مطحون فتا هو كيعطي واحد البنه خطيره، مع الربيع ومعدنوس حتى هما مقطعين صافي. وكنشحروا كلشي في المقيله مع الزيت، تكون العافيه مجهده، وكنشحروا داكشي مزيان حتى كتدبل لينا ديك البصيله ديالنا والثومه وداكشي كامل ينسجم مع بعضياته. غنزيدو واحد العلبه ديال الطون بالزيت ديالها بكلشي ليها، ونشحروا داكشي مزيان. من بعد غنزيدو صلصه ديال الطماطم جاهزه كتعطي مذاق خطير صراحه. طماطم جاهزه، صلصه ديال الطماطم جاهزه. ما كانش كتحكوا واحد 3 المطيشات اولا 2 مطيشات وكديروهم وكتخلطوا كلشي حتى كتنسجم لينا لاصوص ديالنا. من بعد غتزيدوا عندكم بارميجان زيدوا، عندكم الموتزاريلا زيدوها، عندكم غير الفرماج مثلث زيدوا، كيري زيدوا. انا كان عندي الفرماج ديال ساندويتش فانا درت وحيده، كتعفيت بوحيده صافي. من بعد غنطفي على المقيله ديالي، ندوب داك الفرماج وغنطفي على المقله ديالي. ناخذ واحد الكاسرونه غندير فيها الماء وغنحطها نحطها فوق البوطون، نزيد عليها شويه الملح ونخليها حتى تغلى. غندير لي بات ديالي حتى تسلق. من بعد ملي تسلق غنصفيها ونزيدها على ديك لاصوص ديالي، نحرك مزيان 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 تتشرب ليا ديك السباغيتي ديالي لاصوص، وكنقدمها بالصحه والراحه. راها كتجي بنينه بنينه خطيره في المذاق. اللي ذاقها كيسولني كيفاش كندير لها الطريقه. ايوا بالصحه والراحه انا شاركتها معكم.